طيب يلا بينا نشتغل، وهنشتغل دلوقتي في الايه؟ في الباب التالت. نشتغل في التشغيل اليدوي اللي بيتم عن طريق الايد، مش التشغيل الميكانيكي. طيب كاتب لكم هنا على السبوره انا شغال مع مين؟ انا شغال مع معهد الفن الصناعي. حلو؟ حلو. يلا بينا انشف كده. يبقى احنا شغالين في الباب التالت، التشغيل اليدوي. طيب التشغيل اليدوي دوت قال لك تعتمد معظم عمليات التشغيل اليدويه عمليات التشغيل. معظم عمليات التشغيل بتتم عن طريق ايه؟ بالطريق العدد اليدويه. يعني انا عاوز اعمل عمليه تشغيل، تمام؟ فلازم يكون عندي عدد. انت بقى ايه؟ عدد يدويه عن طريق تشغيل يدوي عن طريق عدد يدويه. طيب عايزين نعرف مع بعض في الفيديو دوت ايه هي العدد دي. عندك العدد اليدويه شبه الاجنات، اجنه، المطارق، شاكوش، المناشير، منشار، المبارد، المقصات، الكماشات، وعندك ادوات الثني. كما تحتاج الى ادوات مساعده. طيب عايزين نعرف مع بعض ايه هي ادوات المساعده اللي عندك شبه المناجم وزهرة العلام اللي بتعمل علامة، شبه الشنكرة ان انا لو عندي شغلة عاوز اعمل علامة، فالشنكرة دي هي اللي بعمل بيها ايه؟ بعمل بيها العلامة. عندي الزوايا، وعندي ادوات القياس، تمام؟ بالاضافة الى المثاقيب اليدوية والكهربائية. مثقاب، في عملية مثقاب ميكانيكي. احنا النهارده شغالين يدوي بمثقاب يدوي، وعندي مثقاب كهربائي. طيب دول هيعملوا لي ايه؟ هيعملوا لي انجاز في الشغلة اللي عندي. تمام كده كل حاجة واضحة؟ اهي تنقلوا كل اللي مكتوب ده في الورقة عندكم. طيب دلوقتي عندك عمليات التشغيل. عمليات التشغيل تمثل في ايه عندنا؟ قال لك الشنكرة رقم 1. عندك عمليات بالقطع بالأجنة، قطع بالأجنة. عندك القطع بالمنشار، عندك البرادة، عندك القشط، والقشط مش الميكانيكا اليدوي. عندي أدوات الصب مش الميكانيكا اليدوي. يبقى 6 حاجات عندنا. رقم 1 عمليات التشغيل: الشنكرة، قطع بالأجنة، قطع بالمنشار، البرادة، القشط اليدوي، أدوات الصب اليدوي. طيب عايزين بقى نتكلم عن الشنكرة دي والرسم، تمام، على الصاج، وعاوزين نعرف تعريفها وعرفني كل ده. طيب الشنكرة هي عملية تخطيط علم مشغولة. أنا عندي مشغولة بعمل عليها عملية تخطيط، دي اسمها الشنكرة. طيب حلو أوي. عاوز أفهم برضه هي بتتم إزاي. قال لك بس هقولك يتم بعمل رسم تخطيطي. أنا بعمل رسم تخطيطي على مين؟ على المشغولة، الشغلة، على الخامة. جيب خامة اللي هي الشغلة وابدأ اعمل لها تخطيط هندسي زي انا ما عاوزه. طب ليه انت بتعمل كده؟ اقول لك انت ليه بتعمل كده؟ عملية تسهيل تنفيذها بالشكل المطلوب. انا كمثلا دلوقتي فرضا انا راجل فني، مهندس بيديني تصميم يقول لي خد صممه، فانا اشتغل بقى فني اشتغل. طيب اشتغل ازاي؟ اقول لك هشتغل ازاي. هعمل عملية اسمها عملية تخطيط، تمام، على الشغل او الخام اللي عندي. بعمل عملية تخطيط على المشغولات، سواء شغلة واحدة او 2 او 3 و5 حبة مشغولات عندي. عملت كده. طيب ليه؟ عشان اوصل للمهندس اللي طالبه الشكل المطلوب. المهندس حطهولي عشان ارسم الرسمة اللي عندي انا عاوز ايه؟ عاوز انفذها. هنكمل باخر جزئية في الفيديو بتاعنا، تمام؟ بعد كده اللي هيتم ان انا اعمل لكم فيديوهات تانية. طيب هنشتغل. قال لك عملية التحضير. طب انا ازاي احضر للمشغولة اللي هي لعملية الايه؟ الشنكرة. عملية الشنكرة دي، تمام، اللي بيدرسوها هندسة ميكانيكا، واللي بيدرسوها مع الفن الصناعي، واللي بيدرسوها كمان ثانوي صناعي. فعملية مهمة عشان كده انا جيت اتكلمت فيها النهارده.
ناس ياما هتشوفها، الناس اللي شغاله في هندسه ميكانيكا ممكن انت تدور على الفيديو ده وتلاقيه. عمليه التحضير رقم واحد، بعمل تسويه للسطح. السطح هعمل عمليه ايه؟ عمليه تسويه. خلاص عملت له عمليه تسويه. سطح مين؟ سطح المشغوله. يبقى انت بتتكلم على سطح مين؟ سطح المشغوله. طب يا عم انت بتعملها ازاي؟ بعمليه التجليخ او المبلط. بتعملها ازاي؟ بتعملها ازاي؟ دي كانت اول حاجه ان انا اعمل تسويه للسطح. تاني حاجه اعمل عليها عمليه دهان. انا سويت السطح بعمل عمليه دهان. طيب يبقى انا اعمل عمليه دهان للسطح. طب هتعملوا ايه؟ بماده ملونه. طيب وتركها حتى يجف تنشف. بعدها كده هنعمل ايه؟ هتم الشغل عليها. اختيار جنبين، جنب وجنب من المشغولة، جنبين اسناد. اعمل لها عملية اسناد. وانا هشتغل بقى هبدأ اسندها. ليه اعمل عملية اسناد؟ يمكن قياس الابعاد. انا عندي ابعاد معينة تمام عاوز اشتغل عليها، عندي طول وعندي كمان عرض. ابعاد، قياس الابعاد اللي انا المفروض يتم ايه؟ تنفيذها مسندة اليهم. ولازم الخطوط بالتوازي. انا هبدأ ارسم الخطوط بالتوازي. لازم الخطوط بالتوازي معاها. انا كده بعمل عملية التثبيت. طيب في رقم 3 اول واحدة عملتها، تاني واحدة في رقم 3 رسمت، تالت حاجة في رقم 3 ثم يرسم الشكل المطلوب تشغيله. ان انا عاوز عملية ايه؟ في الاول في الاخر احنا جاي نتكلم في عملية التشغيل اليدوي تمام على الخام. ده التحضير وعرفنا التعريف بتاعها. دي أداة من أدوات التشغيل اليدوي. وبعد كده هنكمل مع بعض بقية الأدوات اللي احنا يعتبر اتكلمنا عنها وفي حاجات لسه ما اتكلمناش عنها.